الأكيد أننا كلنا كنعرفوا أن إسرائيل اعترفت بمغربية الصحراء يوم أمس، ولكن واش اعترفت غير البارح؟ الأكيد لا. الأكيد أن هذه الرسالة اللي تبعثت إلى جلالة الملك محمد السادس نصر الله وصلت هذه أسبوع على الأقل، لكن كانوا كينتظروا الوقت المناسب للإعلان عنها، والوقت المناسب كان هو البارح. علاش؟ لأن خيب السمية حاشاكم تبيبين مشى البارح للصين، وهذا كان أول رد من أمريكا وإسرائيل على جمهورية السيكي بيكي. وكلنا كنعرفوا ان خايب السميه وكحل العفطه فين ما حط رجلو يا عم الخراب. فلتات منها قطر، ولكن بكين في الصين ما فلتاتش منها الاعصار ديال بصح. رفعوا حالة تأهب استعدادا لواحد من أقوى الأعاصير التي تضرب القارة الآسيوية. السلطات في دول عدة أعلنت بدء إجلاء آلاف العائلات، ومن المتوقع أن تضرب رياح عاتية وأمطار غزيرة طول الساحل في مقاطعتي غواندونغ وهاينان بجنوب الصين عندما يصل الإعصار إلى اليابسة، حسب ما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية في البلاد. وتم إصدار إنذار برتقالي، وهو ثاني أعلى حالة إنذار على مقياس من 4 درجات، ما يشير إلى أن العاصفة ستتحول تدريجيا لإعصار كبير. ووفقا للعلماء من المتوقع أن تصبح الأعاصير أكثر قوة بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض. وعلقت التداولات في بورصة هونغ كونغ، أحد أهم المراكز المالية في العالم، كما تأثرت حركة النقل مع توقف غالبية الحافلات في المدينة، وتم تعليق رحلات الطيران في جنوب الصين وفيتنام وهونغ كونغ، وتأثر أكثر من 1000 مسافر جراء إلغاء وتأخير رحلاتهم. كان الإعصار على بعد نحو 280 كيلومترا جنوب غربي هونغ كونغ، وطلبت السلطات من السفن في محيط جزيرة هاينان العودة سريعا إلى الميناء مع توقع ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار. في فيتنام استعدت السلطات لإجلاء 30,000 شخص في مقاطعتي كوانغ نينا وهاي فونغ اللتين ستكونان الأكثر تضررا. وقالت هيئة إدارة الكوارث الفيتنامية إن الإعصار قد يكون عمي تبان كنت درتي شي دورة في الكرة الأرضية، الكرة الأرضية تفرتات. بعد إعلان إسرائيل الاعتراف بمغربية الصحراء، القربالة نايضة في تندوف، وللأسف اعتقالات بالجملة وقتل بالجملة، وكاد سحب الرضع من الأمهات ديالهم وتعسفات ما كيعلم بها إلا ربي من البارح وحتى اليوم الصباح. نخليكم مع هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. لاحظوا نزوح وفرار من مخيمة تندوف أمام مفوضية عود اللاجئين بتندوف. ومريم بنت حمادة وزيرة الداخلية بالشرطة تنزع الأطفال الرضاع من أمهاتهم حتى لا يشاركون في النزوح، وهذا ظلم وعدوان في أطفال رضاع ينزعون من أمهاتهم. ولاحظوا الفيديو مزيان. شاعله وشاخده في تندوف، ويلا عاقوا من بعد الاعتراف الاسرائيلي بمغربيه الصحراء، وباقي ما شفتي والو يا كرهولي، مازال ما شفتي حتى شي حاجه. حتى جمهوريه السيكي بيكي غادي تولع وغادي تحرك. وانا معاكم، ما نعطيكم اتساع تنشوفكم كتقسموا قدامي ونشوفكم كتطلبوا قدامي ان شاء الله. في احد الفيديوهات السابقه كنا تكلمنا على الاختراع المذهل اللي اخترعته الجزائر، وهي طبله جزائريه كرغوليه سيكي بيكيه منذ الاستقلال. ولكن تبيبين فاش تكلم عليها حنا اللي ما فهمناش، هو راه تكلم على واحد الطبيله سبيسيال ديال سبيسيال. يا عيني يا ليلي. لا فعلا هاد الطبله كان خاصك تكلم على اختراع جزائري كرغولي سيكي بيكي 100%، القرقوبي، الطبله القرقوبيه. البارح قلت لكم بدايه العد العكسي لانهيار جمهوريه طابورستان وجمهوريه السيكي بيكي، وها الكلام ديالي وصل، باقي مش والو، وانا وراكم والزمن طويل. خوتي المغاربه، هذا الفيديو بغيتكم ديروا ليه كلكم بارطاج بارطاج بارطاج، ريبوبليي واعاده النشر، ودير ليه جيم وتخلي لي كومونتير زوين بحالك. دعموا خوكم كريم وندعموا القضيه الوطنيه ديالنا، وكلنا نتعاونوا ضد جمهوريه كرغوليستان. وهذا الشيء ماشي امرا ولكن فضلا منكم، وكلنا عاشت الصحراء المغربيه وعاش المغرب وشعارنا الخالد الله الوطن الملك، وعاشت الرايه المغربيه وعاش المغاربه، وكنموت عليكم.